في قلب الكامب نو تحكي علي من اتلتيكو مدريد وتحكي علي انا لاعب ضد العملاق البافاري و2-1. اسهل طريق بعد شي يجيبون. لا تنتظر من عندي لا انصاف ولا تحليل. افضل انصاف لاتلتيكو مدريد ممكن يصير هو انه امسخرك. قادمون يا اوروبا. يا ساتر يا رب يا رجاله، ما تجيبوهاش فيا، مش انا اللي حسدتكم. انا اقسم بالله اول مره في حياتي اتكلم على فرقه غير فرقتي وابقى مش عارف انا يعني مش عارف اقول ايه ده. ايه الماتش ده؟ ماتش من احلى الماتشات اللي شفتها في اخر كام سنه، ده بجد والله. كده معروف من قبل الماتش ان اي ماتش ما بين برشلونه واتلتيكو بيبقى من احلى الماتشات كده اللي ممكن تتفرج عليها، بس الماتش ده بالتحديد مش طبيعي. يعني بغض النظر ان الراجل ده، يعني انا شايفه ان هو عمل ماتش وحش قوي النهارده الصراحه. الراجل ما جاش مقارنه بالمجهود اللي كان بيعمله جريزمان وبيحرق الملعب رايح جاي دفاع وهجوم. الراجل ده ما جاش النهارده. هو عمل حاجه، عمل لقطه ظهر في ثانيه وكانت هي الثانية غيرت الماتش كله. الثانية اللي لو اتكررت مليون مرة ما اعتقدش ممكن الراجل بالتركيز والنظرة دي تتحط في ال90 كده. ايه ده؟ الملك جاب لنا جول النهارده عشان يرد على اي برشلوني بعد كده يحط لي جول رايس في الكومنتات بتاع ماتش ارسنال. يعني بص، مفيش لو شفتك بتحط جول رايس تاني. انما في قصه تانية محتاجين نتكلم عنها وحاجات حصلت لبرشلونه وعليها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، فركز عشان سهرتنا طويله. بعدين حد يطمنا على سيميوني، هو كان بيجري ليه؟ هو كل ده عشان بوست هانز فليك بس؟ هو خاف يضربه بعد الماتش ولا ايه؟ ممكن يكون هو معذور وعايز يخش الحمام، بس سيميوني خاف يسلم على هانز فليك راح جاي ضربه قلم. كمان عليكم حد بجد يقول لنا هو سيميوني كان بيجري كده ليه؟ وارجع تاني ولف بينا دنيا مرجحينا، هاتينا يمين شويه هاتينا شمال شويه، ادينا عايشين يا وبعدين في الكان والمان اللي احنا فيه ده. وبعدين ما احنا عايزين نفهم، يعني طب نجدد يا جدعان. يعني انتوا عاملين زي مسلسلات رمضان بالظبط، نفس السيناريو يا جدعان. ما حدش بقى يعني خلاص، ما حدش بقى مستغرب ومفيش متعه. كالعاده فضيحه وضرب جزاء لبرشلونه، بس دوري ابطال هيدينا حقنا ازاي؟ عادي بقى، ما احنا مش لابسين ابيض. انا نفسي اساله سؤال واحد بس، هي ما جاتش جون بعد ما انت اتطردت؟ ما هي جت برضه، ولا نفس المعنى. ايش هذا؟ هو ده الذكر الوحيد اللي كان في الماتش النهارده، لامين يامال نقطه ومن اول السطر. راشفورد ايه وقرف ايه مين اللي بلانا بيه ده؟ الله يخرب بيوكا بتوع مانشستر. اتفضل يا عم، اجري بيقول لك لسه بيجري لغايه دلوقتي. خيو هلا البرشلونيه حجة جاهزه، بقول لك الحكم عطى علينا وطرد لنا لاعب سبب خسارتنا. اثنين، بقول لك الحارس لك لعبه باص واللاعب مسكها في ايده. يعني هي حججكم. ثلاثه هدي شوي. ثلاثه بتعرف شو الحجه الثالثه؟ ايش هي الحجه الثالثه؟ رافينيا غايب، ديونج غايب. انه هن على اساس رافينيا وديونج يعني هن رح يجيب لهم المباراه. باي مع السلامه برشلونه. نحن على الاقليه 2-1 بارضنا وبين جمهورنا ضد بايرن ميونخ، بس مو والله ضد اتلتيكو مدريد بارض برشلونه 2-0. رح اورجيكم الوجاه. شوف يعني بتعرف انه انت هذا برشلوني ولا لا؟ هلا هذا الزلمه ريالي، طلع ساكت ولا كلمه عم نسمع منه. غلاء كلهم رياليه خسر 2-1 وهذا العينتين برشلوني. عم بقول لك الحكم لك ايه وهذا البرشلوني حجة الريال ما بده يتصور. فايش هلا ايش ترتيب اليوم؟ وانت ايش ترتيبك انت؟ مين؟ نحن جماعه خسرانين مع البايرن، مع البايرن اقل شيء. وربي انتم امام اجبن مدرب في تاريخ الكرة. يا عايب تطلع 2-0 على برشلونة، مطرود من عندهم لاعب من قبل نهاية الشوط الاول، وسجلت جول بالشوط الاول. بشوط كامل برشلونة يلعب ب10 لاعيبه وانت قاعد عم تدافع فرصة واحدة خلقتها اللي سجلت من الجول الثاني وفقط لا غير. والله العظيم انك تافه. توقعت سكور ورب الكعبة، قلت خلاص سيميوني اجته فرصة لا مثيل لها يضرب برشلونة وجع ما ينسيهم يا دوري ابطال اوروبا. 10 لاعبي برشلونة يقول كل سنة عملية الشك تدخل للاعبي، تروح مسجل جول 2-0. انتم فاكرين انه في ثقة باتلتيكو مدريد انه يتأهل؟ لا ترى هذا برشلونة يا ناس، وهذا اتلتيكو مدريد سيميوني. مباراة تاني بيخضع، مباراة توب، مباراة تاني يخضع.
واسالوا التاريخ. كل حاجه في الدنيا بتتغير. باريس سان جيرمان بتكسب دوري الابطال، مانشستر سيتي بتكسب دوري الابطال، كل حاجه بتتغير الا برشلونه، الا المدافعين الاغبياء اللي عندنا. مره اراخو يا جدعان يخرجنا قدام باريس، ومره كوبارسي يتسبب في خسارتنا قدام اتلتيكو مدريد 2-0 وبرضه هنخرج بسببه. شفت الفرق بيني وبينك يا غريمي؟ شوف الفرق انا خسرت 2 على ارضي، بس انا ضد اقوى فريق باوروبا بايرن ميونخ، وانت خسرت 2 على ارضك بس باسوأ فريق باوروبا اتلتيكو مدريد. شفت انت بتقول عن حالك جلاد اتلتيكو مدريد وخسروك وبهدلوك بارضك وبين ملعبك. انا بالباير صح بهدلوني صح خسروني، بس انا على ايه سجلت جول، عندي فرصه عندي امل. اما انت شو عندك امل؟ فهمني يا برشلوني شو عندك امل؟ انت ما عندك ولا امل. انسى، سلم لي على دوري ابطال، هيدي من بطولتك، هيدي من لعبتك، سلم لي عليها. شوف يا غريمي، يوم ليك يوم عليك ويوم عليك ويوم عليك ويوم عليك ويوم عليك والنهارده عليك برضه. صعبان عليا في الليله دي قد ما اراوخو هو بيبص لكوبارسي كده بصت اللي هو غباء خساره. حلقه عاملها 18 مره قبل كده. يعني انا اول مره اشوف لاعب بيموت نفسه كده هو في السن ده كده، ده عايز يدوس على حاله عشان يرجع الفريق من 2-0 وهو اصلا يعني مطرود منهم واحد، ما فيهاش امل. يعني اي حد منطقي واعي يقول لك لو حزقت واتشقلبت مش هترجع. الراجل معاك لاخر دقيقه عمال يحزق لوحده ويعدي ويراوغ لوحده. يعني مش عايز اقول لك بقى المراوغات، الواد بيعدي من 3 و4 لوحده. انا هلعب جيم لوحدي، انا مفيش حد هيساندني، خلاص انا الجيم بتاعي. ناهيك بقى ان كوبارسي اصلا طلع تساوى اخيرا مع بيبي في عدد الكروت الحمراء في دوري الابطال. يعني تخيل المجد ده كنا بنقول ده احنا مفتريين، ايه كميه الكروت الحمراء دي؟ طلع هنا عادي الموضوع. اخوان عندي كلمتين بحق لامين يامال. اقسم بالله اليوم كان ميسي في ملعب الكامب نو باقدام لامين يامال، مش طبيعي. شايل برشلونة على كتافه، اصغر لاعب في برشلونة بيحمل برشلونة على كتافه، فكأنه لامين فقط والبقية مجرد لاعبين بس. مراوغات شخصية، اصرار، بيراوغ اللاعب وكأنه عم بيراوغ ولد صغير. يا اخوان بطلع من 6 لاعبين من اتلتيكو مدريد داخل منطقة الجزاء. انتم متخيلين شو عم بيعمل لامين؟ انتم متخيلين ان الشخصية اللي عم بيقوم بيها هذا اللاعب اللي عمره 18 سنة، 2 فقط؟ اعجز الكرة الذهبية للامين. السلام عليكم. اشهد يا تاريخ انه برشلونه من افشل النوادي في دوري الابطال اخر 10 سنين ولا 15 سنه، من افشل النوادي يا اخوان. فريق لك توتنهام احسن منك، توتنهام في اخر 10 سنين بدوري الابطال احسن منك يا زلمه. خلص يا زلمه، هاي السنه اسهل طريق لك بدوري الابطال، اسهل طريق لاي فريق من 10 سنين لهلا، ومو قادر تفوز على اتلتيكو بارضك وبين جمهورك. جول مو قادر تجيب، لا تضحك على حالنا بقى. اي واحد برشلونه لا تضحك عليه وتقول حكم وظلم وما ادري ايش. هذا